وفيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن اللي بيحصل في الأيام اللي فاتت في الدوري المصري والأجواء المشحونة وخناقة الأهلي مع اتحاد الكورة. أنا بجد الموضوع بقى أوفر جدا. احنا كل يوم 60,000 برنامج في الإعلام بيتكلم على ضربة الجزاء بتاعة ماتش سيراميكا والحكم ورئيس الحكام، ويا جماعة نسينا خلاص الكورة، احنا سيبنا الكورة وبقينا نتكلم خلاص في حتة واحدة وفي مكان معين خلاص. عشان انا مش فاهم بصراحة، يعني هل الاهلي اول فريق يتحسب عليه ضربة جزاء خد غلط؟ لا. هل الاهلي اخر فريق هيتحسب عليه ضربة جزاء او مش هيتحسب عليه ضربة جزاء غلط؟ لا. ف انا ما عنديش مشكله في اللي بيحصل، سواء انت كاهلي ليك ضربه جزاء او انت كاتحاد كوره او انت كحكم معاك حق انك ما تحسبش ضربه جزاء. انا دي مش مشكلتي. انا مشكلتي في ان اللي بيحصل ده هيؤدي لحالتين. اول حاجه، الحكام هتبقى نازله خايفه تحسب ضربه جزاء للاهلي او خايفه تحسب ضربه جزاء على الاهلي، ويا هنا هتقوم جاي حاسبه ضربه جزاء للاهلي او تحسب ضربه جزاء على الاهلي. يا جماعه انت حطيت الحكام تحت ضغط غير طبيعي، وهو ده اللي الاهلي عايز يعمله. هو ده الاهلي عايز يعمله، عايز يحط الحكام تحت ضغط، عايز يحط اتحاد الكوره تحت ضغط، عايز يحط عايز يشيل الاداره نفسها، عايزه تشيل الضغط من عليها. يعني هي بتعمل كده عشان خاطر بس تشيل الضغط من عليها. يعني عايزه الناس بدل ما تقول الاداره هي اللي فيها مشكله، الاداره، اللعيبه، اللي مش عارف ايه، دلوقتي كل الجماهير وكل الناس ملتفه حول حته ضربه الجزاء والحكام واحنا والاهلي واتحاد الكوره والكلام ده كله. يا جماعه ده مش مظبوط. الاهلي عايز يودي يعني بيقلب الدفه في حته تانية خالص. خلاص يا جماعه ضربه جزاء وما اتحسبتش وشكرا، كل سنه وانتم طيبين. عادي زي ما حصلت مع الزمالك 100 مره، زي ما حصلت مع بيراميدز، زي ما حصلت مع 2000 الف واحد. دلوقتي سموحه عايز يسمع الفار، بيراميدز عايز يسمع الفار. أنا مش عارف، انا راح اسمع ام كلثوم. الموضوع بقى مستفز جدا والموضوع مش طبيعي. وللاسف دلوقتي في عند ما بين اتحاد الكوره وما بين الاهلي، مش عارف ده هيوصلنا لحد فين. ولكن الواحد يعني مش عايز الحكام تتاثر بحاجه زي كده، لان الموضوع الماتشات الجايه هيبقى مختلف جدا.